بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. ورجعت لكم بفيديو جديد، خليكم معي لنهاية الفيديو، في شغلات كتير حلوة وكتير مميزة. خلونا اول شي كلياتنا نذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وهون عم بعمل شوية بيتي فورات. بتعرفوا بالشتاء الواحد شقد بخطر على باله هيك أكلة حلوة عند الصبح، في مع الفنجان القهوة مع كاس الشاي. هو بيتي فور وهو صايم مثل البسكويت. هلا طريقة نزلتها بالشورت، نزلت الطريقة كاملة، وقت هون مش عم يطول الفيديو كمان، مشان هيك نزلت الطريقة كاملة، يعني طريقة الوصفة كلياتها بالشورت، هو المقاطع القصيرة، عرفتوا علي؟ المهم هلا هون صرت اكورن واشكلن. بحب اشكلن يعني طرق سهلة كتير. يعني بس عملت شغلات انه موديلات اصعب من هيك بتكسل كتير، عشان هيك بعمل شغلات سهلة عشان اني رأسا اخلص. بس بصراحة طلعوا كتير طيبات. وعملت هون تقريبا شي كيلو طحين. اللهم صل على النبي. عملت كيلو طحين وطلع يعني زورق هيك قده، طلع بركة يعني. وخصوصي اللي عنده اولاد صغار، الولاد الصغار رح قلبهم هيك اكلات، يعني عن جد بطلع شغل البيت يعني كتير كتير بركة. اي والله الحمد لله رب العالمين. هون كمان قسمت العجينة. اول شي العجينة عملتها باللون الابيض، وهلا عم حط لها كاكاو كمان، بدي اعملها باللون الاسود، يعني تشكيلة. وانتوا يعني بتعرفوا البيتي فور مش هيك ملون، بتحسن تعملوا اللي بدكم اياه وبتحبوا تلونوه كمان، واضافات وشغلات وهيك. انا عملته يعني باضافات كتير بسيطة، ونفس الوقت طلع طيب. المهم يا صبايا، بدي ارحب بكل اللي اشتركوا بالقناة، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا القناة. واللي ما ضغط على اللايك لهلا يضغطوا على اللايك، ربي يجبر بخاطركم. وحطوا لي كمان تعليقات حلوة من اخلاقكم الحلوة، وكتبوا لي كمان بالتعليقات من اي بلد عم بتتابعوني، ومن وين عم بتشوفوني، لوين وصلت فيديوهاتي ولوين وصلت قناتي. وهلا هي هون النتيجة النهائية. الشكل لحاله بيحكي، والطعم غرام عن جد. اللهم صل على سيدنا محمد. وهلا هون جيت على فقرة التنظيف. هون بلشت بأول شي بالشواي. هون لزقان فيها شغلات دهون، عملت عليها سجق بقى لزق الدهون يعني، وبطل يطلع. قلعتها كلها ورشيت لها مزيل للدهون، نقعتها أول شي شوي. بعدين بلشت هلك يا مالك، ونزلت فيها فرك، وطلع حالي هيك أنظف. بالعادة ما بقلعها من الشواي، يعني بليفها وهي مركبة. هون لا خلاص، في صار دهون كتير. قلعتها وبلشت بالفرك. وهون كمان قلت لحالي خليني افرك كمان هون تحت المشبكة اللي بنحط عليها الصحون. بتلاقوا هيك يعني بيضل المي تحتها وبتصفر يعني، وبتأجقر مثل ما بقولوا. اي والله بساويها يوم يوم لا. هلا انا عادتي بحب اشتغل بالمطبخ شغلة ورا شغلة، عرفتوا؟ يعني ما انه كله المطبخ بنزله فر تنزيله وبعمله كلياته مع بعضه وبخلص. بحب يعني كل يوم اعمل شغلة في مكان معين، يعني مرة هون مرة هون، مرة تحت المجلة، مرة فوق مثلا، مرة مثلا مكان الصحون، مرة مكان الكاسات، مرة مكان الطنيجر، عرفتوا؟ يعني ما بحب كله انزله فر تنزيله واعزله وارجع اطبقه. بتعرفوا ليش؟ عندي هون المطبخ كتير مجاله ضيق، يعني اذا بنكت المطبخ كلياته وبساويه كله مع بعضه ما بخلص، يمكن بضل اول يوم لتاني يوم لاخلص. هو المكان الضيق كتير كتير بيعجق. يعني هلا المكان الواسع بتحسوا اريحية، خلص بتاخدي راحتك بتتحركي كتير منيح. انا هون المكان عندي يا كتير ضيق
بقى مشان هيك بحب أخلص شغلة ورا شغلة، عرفتوا علي؟ إنه ما بحب كلياته. هلا لو كان مكان واسع، المكان الواسع بيعطي أريحية. كان حتى أريح لي إنه خلص هاليوم مثلا خلوا يوم خميس، أو كان يوم جمعة مثل أيام سوريا كان كل يوم خميس تعزيل كامل من البراد للمطبخ للحمامات، ما نخلي شي. هون لا، بحس يعني لأن المكان ضيق، مو مشان لأنه كان هون ولا كان هنيك، بس كمان لأنه المكان ضيق ما بخليكي ترتاحي تتحركي أكتر. مش هيك الواحد بيقصد شغله، بتلاقي يعني مرة هاي الشقفة ومرة وهاي الشقفة. بس لو كان إنه أحسن إنه كله فرد يوم، مثلا كل يوم بهالأسبوع مثلا بشتغل فيه كله، كان كله أريح وضل دائما نظيف. والله هو هالحالتين نظيف، بس كان إنه بحس إنه هي غير شكل من أوله لآخره. وهون من بعد ما نظفتها كتير منيح نشفتها وركبتها وطلع عليه هون، وخلصت المطبخ كلياته ورتبته وكله سويته عم بضوي. وكان عندي مشوار هون بدي اطلع على القنصلية. شفت انا حكيت لكم من قبل عم بطالع باسبور جديد، مو باسبور جديد، عم بجدد الباسبور يعني. وتقريبا هلا صار لي اكتر من شهر رحت حطيته بالقنصلية السورية هون باسطنبول، وحطيته على اساس قالوا لي شهر ورجعي. انه عم بعمله انا بس مو المستعجل، هذا البطيء. بس هو هيك صاير يعني شهر وبنستلم الجديد، يعني انه هن بجددوا وبيعطوني اياه. المهم هون رحت لحتى استلمه، كان صار لي شهر كمان ويومين. قلت لحالي خلي اتاخر احسن ما واحد يروح على الفاضي. ومع هيك رحت على الفاضي. وصلت لعندن الباسبور ماله جاهز، قالوا لي كمان روحي شغلت 10-15 يوم ورجعي. يعني هلا هيك صار تقريبا عن شهرين، يعني راحت معي لبعد راس السنة لنشوف ان شاء الله، يعني كمان استلمه لنشوف يعني اذا الله يسر يعني واستلمته. اي والله يعني كمان على الحالتين صارت روحتي على الفاضي، والمكان كتير بعيد هون، بس في مول قريب عليهن. دخلت هون وكانوا عاملين هيك شغلات يعني مشان الكريسماس وراس السنة وهيك شغلات. اخدت هيك صورة وصورت لكم، وشغلات كتير حلوة، في شغلات غريبة. شغلات حلوة والله. هي سعرها 999، يعني شي 1000 ليرة. هدول بقولوا لهم دقاسات تشكير، شي حلو. هدول للاتيكيت. تعال نشوف هيك كأني سداجة، ما بعرف هالسداجة إذا ندوس عليها هي ما بعرف شو بقولوا العجمي، ما بعرف شي هي والله هيك، بس يعني إني ما لها مريحة كأنه بس للحيط. بهذا المول كانوا عاملين كتير فعاليات مشان راس السنة. هي المنطقة يعني صايرة كتير مسيحية وكتير يعني مشهورة هون بإسطنبول، اسمها عثمان باي.
اي والله، وكتير عاملين يعني شغلات يعني انه محتفلين زيادة. هون رجعت على البيت وبدي الحق اكلة كتير طيبة اسمها بروستد، بس بعملها هيك على طريقتي، ما بعرف اذا حدا بيعملها ولا ايش شو. المهم هون كنت خاسل الفروجة ومقطعتها ومتبلتها كتير كتير سريعة، يعني اسرع من هيك ما ضل اذا واحد مستعجل يعمل هاي الطريقة. ونفس الشي يعني ها بتطلع نفس الطعمة وكتير طيبة تطلع. هلا هون رح اساويها، هلا ما في مي ما في شي، بس تبلة حيحطها هيك بقلب الطواية. هلا بغطيها وبتركهم شوي ليستوي، يطلع المي منها، كل المي يطلع منها. وبعدين هلا بتشوفوا الطريقة الثانية هي اللي رح اعملها كمان. وهلا هون من بعد ما نشفت ميتهم، طالعوا مي كتير، وبعد ما نشفت ميتهم تقريبا يعني استووا نص سوية. وهون عندي طحين وهون عندي بيضة. هلا رح اشيل اول شي قلت بالبيضة، بعدين قلته بالطحين، بعدين نحطه بالزيت، الزيت على النار كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هلا على الزيت. هلا انا ايش بدي؟ انا بدي اياه بس يتقشمش من برا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا هون انا بمرحله القلي، هلا قليهم كلياتهم على نفس الطريقه. وهي النتيجه، شايفين المنظر لحاله بيحكي. بس هفرجيكم لسه هلا قلبه وطعمته، ويعني لو تجربوه تدوقوا طعمته كتير طيب. عم بحسدر، شايفين؟ والله بالشهي. كتير طيب، نصحكم كلكم تجربوها. سبحان الله، صاير الغروب لونه بنفسجي. سبحان الخالق، صارت الشمس هيك ملونة ما أحلاها. سبحان الله، لسه على الواقع مبينة بنفسجي على السما. هون عندي الغروب. من هالجهة السماء صايرة زرقاء، من هالجهة عند الغروب لون بنفسجي. بدي أقرب. سبحان الخالق، ادعوا لكم شي دعوة. وهون عندي اياها اصعب مرحلة يا بنات. مين مثلي كتير كتير باكل هم ايش بدي الفله لابني على المدرسة. كل يوم بفكر ايش بدي الفله وايش بدي احط له بالمدرسة. ولما بسأله بقول له مثلا الفلك فلان اكله، لا الفلك جبنة، لا الفلك شوكولا، لا الفلك جبنة وعسل، لا الفلك زعتر، لا كله لا 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 لا، ما بعرف ايش بدي الفله. الفلك سومر لا. ومثلا بقول له خذ مصاري روح اشتري من برا، كمان ما بحب الاكل الجاهز، كتير كتير بحترمه. المهم هون عديت جبت له صفة سجق. اي والله، وقلت لحالي خلص بلف له السجق اليوم، وتاني يوم بشوف كمان ايش واحد يلف له، لاني ما بياخد تاني يوم نفس الاكل، كمان بده يغير. المهم انا هون بظبط له سندويشاته قبل ما انام مشان ما في بكير. اي والله، وبلف له اياهم، بجهز له اياهم، بحط له اياهم بالكيس وبحط له اياهم بالبراد. بس بقول له انت من ايدك وخدهم. هلا لا تشوفوا اني هيك بلف له ارغفه وما بقطع له اياهم، بظبط له اياهم. البركه ابني كبير، صفحة 11 يعني. اي والله بلف له اياهم وبحط له اياهم هيك بالكيس وبياخذهم. عن جد كتير بفكر ايش بدي الف له وايش بدي اعمل له سندويشات وايش بدي احط له مثلا ثاني يوم اكل. ما بعرف انتوا ايش بتحطوا مثلا، ايش بتزبطوا من لهالعمر، يعني مو العمر الصغار. هلا العمر الصغار بيختلف الاكل كلياته. اي والله، وما بيشتري شي من برا، عرفتوا علي؟ يعني جباري بعطيه من البيت.
هلا لما كان بالابتدائي كنت اعمل له مثلا سندويشات باللانش بوكس، وحط له مثلا الفواكه، احط له قطع جوز مثلا، حط له شويه شغلات مثلا بتشكلي وبتحطيه على كيفك. الولد بوصل لهنيك بيفتح وبياكل. هون لا يعني هو بقول لك مثلا ايش بدك تلفي له ما تلفي له، بصير يعني هون مرحله اصعب احسها. هلا هون حتشوفوا انه ان شاء الله لفيت له اياهم، بس هو هيك على طلبه، هو هيك بحب يعني، بقول لي خلاص لفي لي اياهم وحطي لي اياهم بالكيس وانتي مالك علاقه. بقول له يعني خليني ارتب لك اياهم بالعلبه، خليني اظبط لك اياهم، ارتب لك شغله عامله مع انه جايبت له علب وجايبت له تبعات مدرسه، بس هو هيك روح قلبه بس قال حطي لي اياهم بالكيس وانتي مالك علاقه، انا هيك برتاح وانا هيك بحب. ايه والله هون صار الدنيا برودة وداخلين على قريب، تحسوا كأنه الواحد الناس شقد عم تقرب، عم بحس حاله عم بقرب. والله هون قلت لحالي خليني اكل لي قطعة كرمنتين قبل ما انام. ولهون بكون خلص معكم الفيديو، بتمنى يكون عجبكم واستليتوا، واستنوني بفيديو جديد صبايا بامان الله. واللي ما ضغط على اللايك ضغطوا على اللايك كمان عشان يرتفع الفيديو. ربي يجبر بخاطركم. سلام، حفظ الرحمن للجميع. سلام.